خسارة الغريم ريال مدريد من اتلتيكو مدريد بخماسية في ماتش، يعني بجد يعني شابور سيميوني وشابور رجالة اتلتيكو مدريد كبير العاصمة طبعا. على اللي قدم لنا هدية ان شاء الله، يعني نكسب بكرة ونعتلي الصدارة تاني. يعني رد كتير على الهري بتاع جمهور مدريد اللي كان كل شوية يدور على ترتيبنا. بإذن الله احنا اللي هندور بقى بكرة على ترتيبك يا اسطى، وهننزل طبعا ناخد لنا غطس كده لحد ما نوصل لكم. يعني ماتش حرفيا اتلتيكو عملت فيه كل حاجة. كور من عرضيات رأسية بتسجلها، كورة من فاول، ضربات جزاء. نبتدي الأول الكلام. الماتش الأول نوردماند جاب جون، بعدين الريال بيسجل عن طريق أردا جولر، وبعدين مبابي. مبابي عامل يعني سيزون كويس. يعني نقول لينا برضو، يعني نقول اللي علينا، عامل سيزون كويس. اي نعم مسجل منهم 5 ضربات جزاء، بس يعني يعني هي جزء من الكوره. مش هقول لك مثلا زي جمهور مدريد اللي هو ساعة ما ميسي جاب كأس العالم بلينات والهري ده كله، يعني احنا عارفين اللي فيها، يعني عارفين قد ايه هم. في فئة منهم، مش قصدي على الكل، يعني في فئة منهم جمهور متناقض، وفي فئة اللي هي كانت بتقول أحقية ميسي بكأس العالم عادي يعني. آه، نبتدي بقى. يحصل التعادل عن طريق الفاريز و لا، التعادل كان عن طريق سورلوس. والهدف الثالث الفاريز من ضربة جزاء، وبعدين الهدف الرابع من فاول عالمي. حاجات أرجنتينية كده، يعني بيلعب جنب ميسي لازم ياخد منه حاجة يعني. بصراحة الواد ده نفسي بجد يجي برشلونة، يعني هيبقى مكسب. خصوصا انه ستايل هيبقى لايق قوي على منظومة فليك، وهيبقى لايق قوي على برشلونة. وبعدين الهدف الخامس في الآخر عن طريق ابننا جريزمان، والخماسية. أول خماسية لتشابي ألونسو. وإيه المشروع يا اسطى بقى؟ يعني مرة 4 من باريس، مرة خماسية، وهي ماشية. يعني الحمد لله، وبإذن الله يعني برشلونة تكسب بكرة. السلام عليكم.